قجع يكسر الصمت. المغرب يملك الأدلة واللقب شرعي في خضم الجدل الكبير الذي رافق نهائي كأس إفريقيا. خرج رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بتصريحات قوية وحاسمة وضعت النقاط على الحروف، وأنهت حالة الصمت التي رافقت هذا الملف الشائك. وأكد لقجع أن المغرب يتوفر على أدلة دامغة وموثقة تثبت صحة موقفه في هذه القضية، مشددا على أن جميع تفاصيل المباراة النهائية تم توثيقها بشكل رسمي، سواء عبر تقارير الحكم أو تسجيلات الفيديو التي ترصد كل ما حدث داخل أرضية الملعب. وأوضح أن قرار اعتبار المنتخب المغربي فائزا باللقب لم يكن قرارا عشوائيا أو عاطفيا، بل استند إلى القوانين التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة تلك المتعلقة بحالات الانسحاب من المباريات الرسمية، والتي تنص بوضوح على الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف. وأشار إلى أن المغرب تعامل مع الوضع باحترافية عالية، حيث وافق على استكمال المباراة رغم الظروف الصعبة، وذلك لتفادي أي عقوبات محتملة، مؤكدا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت مستعدة منذ البداية لكل السيناريوهات سواء رياضيا أو قانونيا. كما أبرزوا أن الملف المغربي تم إعداده بعناية كبيرة ويتضمن حججا قانونية قوية تدعم أحقية المغرب في التتويج، وهو ما يعزز موقفه أمام أي طعن أو استئناف قد يتم تقديمه أمام الهيئات الرياضية الدولية. وقد شهدت المباراة النهائية أجواء متوترة بعد احتجاجات قوية من الطرف المنافس انتهت باعتباره منسحبا وفق التقارير الرسمية، وهو ما أدى إلى منح اللقب للمنتخب المغربي في قرار أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط الكروية الإفريقية. ورغم تصاعد الجدل، شدد لقجع على أن المغرب لا يعتمد على العواطف أو التأويلات، بل يستند إلى القوانين والوثائق الرسمية، مؤكدا أن الدفاع عن حقوق الكرة المغربية يتم عبر المساطر القانونية المعتمدة. وفي ختام تصريحه بعث برسالة واضحة مفادها أن المغرب سيواصل الدفاع عن إنجازاته بكل الوسائل القانونية، وأن ما تحقق لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل منظم واحترام صارم للقوانين. تبقى هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ كأس إفريقيا، لكنها في الوقت ذاته تعكس أهمية الاحتكام إلى القانون، وتؤكد أن كرة القدم لم تعد تحسم فقط داخل الملعب بل أيضا في مكاتب القرار والهيئات القانونية